السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زلزال عنيف جدا يهز روسيا اليوم، وفيديو يظهر اللحظات الأولى للحدث من كاميرات المراقبة. لكن في البداية لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا تنسوا دعم هذا المقطع بالإعجاب، وإذا أردتم أن يصلكم كل Какие, جديد конечно, было فاشتركوا сегодня все في выходим. القناة. عنيف جدا يهز Хорошо, что Господь روسيا، Иисус وفيديو папе يظهر был اللحظات мало, потому что الأولى работники للحدث من быстро كاميرات среагировали, все бежали المراقبة. быстро. Все تداول бежали на رواد улицу, مواقع практически التواصل остались только у الاجتماعي себя اليوم контроля. الاثنين Даже у مقطعا наших были مصورا переговорщики, سجلته как говорили, كاميرات стоят, они المراقبة просто داخل إحدى свет المنازل только الروسية выбрасывались. Ну, то есть لحظة такой وقوع زلزال ложился снег, عنيف шатались بقوة все это. Было 6.9 страшно, من да, عشرة жутко. درجات على Толчок был сначала, не مقياس поняли, что я работаю в الريختر. детском саду. Первые мысли يوثق бежать за هذا детьми, الفيديو ردة собирать. Но فعل как резко غريبة началось, резко закончилось. أثناء Детей не успели именно там وقوع собирать, эвакуировать. الزلزال، Но было очень حيث страшно. يظهر Два الفيديو толчка. القطة وهي في حالة ارتباك وغير مدركة أين تختبئ، حيث بدأت تركض في أرجاء المكان وكأنها تهرب من خطر ما. ووفقا للمكتب الجيوفيزيائي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فإن زلزالا بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر ضرب إقليم كاماتاشتكا في أقصى الشرق الروسي فجر اليوم الاثنين. وبحسب الإعلام الروسي، فإن مركز الزلزال يبعد 48 كيلومترا عن العاصمة الإدارية، وعلى عمق 99.5 درجة كيلو مترا. من جانبه قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر ضرب اليوم الاثنين منطقة بالقرب من الساحل الشرقي لمنطقة كاماشتاكا في أقصى الشرق الروسي، مشيرا إلى أن الزلزال حدث على عمق 100 كيلو مترا. فيما ذكر النظام الأمريكي للتحذير من أمواج المد البحري العاتية تسونامي أنه لم يكن هناك تحذير من التسونامي بعد الزلزال. والجدير بالذكر أن كاماتشاكا تشهد في الأسابيع الأخيرة عددا من الهزات الأرضية تراوحت قوتها ما بين 4 و6 درجات على مقياس ريختر. وفي سياق منفصل كشف جيولوجي سوري أن الناس يعلمون بقدرة بعض الحيوانات عن الإحساس بوقوع الزلازل، فاهتم العلماء في الأقطار الزلزالية بمراقبتها داخل البيوت في الحظائر أو في حدائق أو غيرها من أماكن تواجدها. وفي التفاصيل نشرت صحيفة تشرين السورية عن الخبر قوله إن الأبقار والكلاب والقطط يعتريها الاضطراب قبل وقوع الزلازل ببضع ساعات، وأن أكثر الحيوانات اضطرابا هي تلك التي تعيش في الجحور بباطن الأرض كالثعابين والفئران وغيرها. لذلك يؤكد علماء سلوك الحيوان أن لديهم نظرية تقول بإمكان اتخاذ الحيوانات كأجهزة إنذار مبكرة للهزات الأرضية. وأكد خبير أنه في زلزال سابق في سان فرانسيسكو الذي دمرها سنة 1906 نقرأ أن نباح الكلاب لم ينقطع عن المدينة قبل ساعات من الزلزال المذكور، والذي قتل فيه أكثر من 50,000 شخص. سلم يا رب سلم. شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله.